شاء الله الله اكبر المنتخب المغربي حاجه فوق الوصف. انت فاهم يعني ايه انت طالع متعادل مع البرازيل وزعلان؟ ومش زعلان لان انت اللي هو ايه يعني ده الماتش الجامد بقى اللي انت لعبته ومش عارف ايه، لا، لان ده بقى العادي بتاعك. المشجع المغربي وهو بيتفرج على منتخب بلده هو بقى بالنسبه له ده العادي بتاعه، ده الطبيعي بتاعه، ده المنطقي بتاعه. انا داخل قصاد انت شفت التغييرات يا جماعه؟ انت عارف يعني ايه مدرب منزل سفيان رحيمي في الدقيقه 87؟ المدرب بيلعب البرازيل ومتعادل 1-1 وعايز يهاجم يجيب جون. انا اسف يعني، انا اسف مع احترامي، ايام وليد الركراكي كانت الفرقه اللي بتسيب للمغرب الكوره عارفين ان الكوره دي مش هيتعمل بيها حاجه. لا، محمد وهبي قصه مختلفه تماما، ودنيا مختلفه تماما، وحوار مختلف تماما، موضوع مختلف تماما عن اللي انت متعود عليه واللي انت بتشوفه واللي انت تعرفه والكلام ده كله. قصه مختلفه ودنيا مختلفه وكره مختلفه واسلوب مختلف وكل حاجه. انت النهارده بتتفرج على اسماعيل الصيباري، انت بتقول ده لاعب بايرن ميونخ عايز يخلص فيه. بتتفرج على نصير مزراوي اللي هو بتتفرج على هي بصراحه جبهه الكونتراست ما بين اليمين والشمال في المغرب. يعني انت عندك باك يمين من التيار الليبرالي وباك شمال سلفي، في كونتراست موجود في المنتخب المغربي ما بين الباك اليمين والشمال. بصراحه يعني من الحاجات اللي بتعجبني في منتخب المغرب الكونتراست اللي موجود على الاطراف ما بين اليمين والشمال ده. يعني انا بعتذر يعني لو في حد يعني ضايقه الموضوع، بس الموضوع كان لافت نظري وانا بتفرج، انا اسف يعني. طيارين عكس بعض تماما في الناحيه، ما سبحان الله يعني منتخب المغرب موزون حتى في التعدديه في الطيارات يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله. طبعا انتوا عارفين الكلام ده، يعني مش هعرف اقوله بس بصراحه ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله الله اكبر، اللهم صل على النبي. بجد بجد حاجه تشرف وحاجه تفرح وحاجه تبسط وحاجه اعتقد تدعو للفخر. واذا كنا بنتكلم في 2022 على عز الدين أناحي وانه لاعب ربنا كاتب له ان شاء الله ومهيأ له ان هو يروح لاماكن ابعد والحتت ابعد، انا في اعتقادي ان ايوب بوعدي هيخرج من البطوله دي برضه هو بيفكر في اماكن ابعد وحتت ابعد ورايح لحتت احسن والاماكن احسن. منتخب المغربي بصراحه من حق المشجع المغربي ان هو يبقى فخور، ومن حق المشجع المغربي ان هو يبقى سعيد، لان اللي هو بيتفرج عليه ده مش طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. التطور اللي موجود على مستوى الكرة المغربية، الجلد اللي اتغير بشكل كبير جدا عن 2022، نوعية اللعيبة اللي اختلفت، الشباب الصغير اللي كسب كاس العالم تحت 20 سنة وعمل انجاز تاريخي مع نفس المدير الفني، هو نفس الشباب اللي المدير الفني بيعتمد عليه دلوقتي. دي حاجة بصراحة تفرح وتشرف. وانا من امنياتي زي ما قلت قبل البطوله ما تبدا، انا كنت بقول الكلام ده والناس كانت بتقول ان انا بهجص، قلت لكم ان المنتخب المغربي مهيأ ان هو يكسب المنتخب البرازيلي وممكن ان هو يكسب المنتخب البرازيلي، وسبحان الله المغرب كانت قاب قوسين او ادنى من ان هي تعمل انجاز تاريخي وان هي تقدر تكسب المنتخب البرازيلي وان هي تقدر تتجاوزه. لكم الحق كمشجعين لمنتخب المغرب ان تفخروا بما يقدمه منتخب بلادكم. لكم الحق ان تفخروا بكابتن زي اشرف حكيمي، لكم الحق ان تفخروا بلعيبه ممتازه في الملعب كلها بتأدي في اعلى مستوى. يمكن الوحيد اللي كان مقلق شويه هو عيسى ديوب، لكن الفرقه كلها على بعضها بصراحه كانت حاجه تشرف وحاجه تفرح وحاجه تبسط وحاجه فوق الوصف بشكل لا تتخيلوه. بعد ما الناس كلها تخبط اللايكات المتينه، كل الناس اللي في اللايف تخبط اللايكات التمام، استنوا النهارده على منصه العربي بلس. اوعدكم الحلقه هتنزل بدري، اوعدكم ان الحلقه التاريخيه اللي بنتكلم فيها عن منتخب قطر تعادله مع سويسرا ومنتخب المغربي والتعادل مع البرازيل اللي انا عارف ان الجمهور المغربي مش راضي وكان نفسه ان هو يكسب، بوعدكم بحلقه تاريخيه على منصه العربي بلس. وهتلاقوا اللايف ده كولابوريشن مع العربي تيوب، اعملوا سبسكرايب، الحلقه تبقى ان شاء الله موجوده على اليوتيوب، وحملوا تطبيق العربي بلس عشان تتفرجوا على حلقات قهوه مرتده. ختاما كان معاكم ممدوح نصر الله، في سهرة النهارده هتكون عربية 100%، هنتكلم فيها على كل حاجة حصلت في المونديال ونقول سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللايف الشديد والذي نتحدث فيه عن تعادل بين المغرب والبرازيل في مباراة تقول لكارلو أنشيلوتي فيها، تخش عليه كده حتة حسام حسن لما كان بيدرب المصري وتقول له
مبروك النقطه، مبروك النقطة يا اسطى، ألف ألف مبروك يا أنشيلوتي يا أخويا، حصولك على قولة أخونا مصطفى البنا، الله يمسيه بالخير يا أنشيلوتي يا البانا، ألف مبروك يا باشا، حصولك على نقطة من منتخب المغرب، منتخب المغرب اللي طالع من المباراة زعلان إن هو ما قدرش يخرج بمكسب من منتخب البرازيل، لا وإيه في الوقت بدل الضايع هو اللي زنق البرازيل في مناطقها، وهو اللي بيدور على إنه يحصل على المكسب. فالناس اللي دخلت معانا اللايف كل الناس تخبط اللايكات المتينة، كل الناس تولعها وتخبط اللايكات التمام، كل الناس اللي موجودة معانا كلها تخبط اللايكات التمام وتخلي اللايف ده تاريخي. لان بصراحه لا اكذبكم القول ايها الاخوه والاخوات وايها الساده والسادات، الاداءات اللي قدمتها النهارده الفرق العربيه، سواء تعادل قطر اللي انا عارف ان هو ما كانش بالضروره معاه اداء كويس يعني، بس تعادل قطر المهم جدا قصاد المنتخب السويسري، او حتى تعادل المغرب والبرازيل، ده خلاني وانا قاعد بتفرج على ماتش المغرب والبرازيل اقسم بالله، معلش يعني انا اسف لاخواتنا المغاربه دول، كلمتين في قلبي لازم ان انا اقولهم في الاول، معلش استحملوني فيهم. انا قاعد بتفرج على ماتش المغرب والبرازيل وما بقولش غير حاجه واحده، امتى؟ ببص كده على منتخب المغرب وابص على الكره المصريه واقول امتى يا بلاد انا امتى هكبر حرفيا، اللي هو عايزين يعني عايزين من ده حزنبل يعني، في الزمن اللي احنا بنتخانق فيه مع المدير الفني للمنتخب المصري ان هو ضم حمزه عبد الكريم اللي عنده 18 سنه للمنتخب الاول، وبنقول لا وما عندوش خبرات، وعايزين لاعب عنده خبره دوليه، ولاعب عنده ثقه محليه، ولاعب عنده طشه وتقليه ووشك للحيط وقفاك ليا. منتخب المغرب الناحيه الثانيه انا قاعد بتفرج على الماتش، ايوب بوعدي 18 سنه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي، اللهم لا حسد، يعني ايه ده بسم الله ما شاء الله يعني، يا اخي ده اللي يفتح الماتش ما يتخيلش ان ايوب بوعدي ده عنده 18 سنه. يعني انتوا شفتوا يا جدعان، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر يعني. ده لعيب عنده 18 سنه بيلعب قصاد نص ملعب مكون من برونو جيمارايش ولوكاس باكيتا وكاسيميرو ورافينيا وفينيسيوس على الاطراف ومش عارف ايه وبتاع، وهدوء وثبات واتزان، بسم الله ما شاء الله، بيلعب كانه عنده 4 كاس عالم، كانه عنده 2 بالون دور. اللي هو انت من كتر ما البرازيل من كتر ما المغرب عماله تقسم على البرازيل في الملعب، انت بتقول لنفسك بس أناحي زودها. تخيل انت قاعد بتتفرج على البتاع تقول ايه، لا بس أناحي زودها، لا بس ابراهيم دياز شايف نفسه شويتين، اللي هو انت قاعد بتتفرج انا مش راضي بالتعادل. يعني انت عارف لو سالت المشجع المغربي دلوقتي، وانا واثق ان الناس اللي موجودين معانا في الكومنتات من اخواتنا وحبايبنا المغاربه، لو سالتهم دلوقتي انتوا رايكم في نتيجه الماتش، هيقول لك مش مبسوط يا اخي، مش سعيد. جمهور المغرب يعني يقول لي في الكومنتات بعد ما الناس تخبط اللايك المتينه، كل الناس تخبط اللايكات التمام وطمنا على صوت، قولوا لي في الكومنتات يعني هل انت سعيد بنتيجه المباراه؟ هيقول لك لا انا مش سعيد بنتيجه المباراه. هيقول لك لا انا لا يعني كان ممكن نكسب يعني والله، بس لو كان اسمه ايه هو العناوي بس مد رجله في الكوره وعمل، لو كان مش عارف بس صبر على الكوره وناحي في الكوره اللي جات له على ال 18، لو كان كذا لو كان كذا لو كان كذا. المنتخب ده لو كان معاه لامين يامال كان ما يقدر على القدره الا ربنا حرفيا خلاص. يعني اللي هو هذا الفريق لو كان بيمتلك في لستة الجواهر اللي موجودة عنده في المنتخب لامين يامال، ده باشا انت جمعت الانفينيتي ستونز، انت جمعت الجانلتس. ده انا لسه بقى بص، لان دي الماتشات اللي تتكلم عنها بجودة 4K، دي الماتشات اللي تتكلم عنها بالاتش دي وال3 دي وال4K وال2144 وكل الجودات العالية اللي موجودة في الدنيا، دي الماتشات اللي تعمل لها وثائقي على نتفليكس اساسا. ده لسه كمان لما نيجي في قهوه مرتده بالليل على العربي بلس، لو انت لسه ما حملتش الابلكيشن بتاع العربي بلس او مش متابع العربي تيوب على اليوتيوب، غالبا هتلاقي اللايف ده نازل بكولابوريشن معاهم. استنى حلقه تاريخيه، استنى حلقه عن المنتخب المغربي تاريخيه. احنا كنا لسه بنقول امبارح ايه، قلت لك في الحلقه لو انت اتفرجت على الحلقه على العربي تيوب ونزلت ابلكيشن العربي بلس واتفرجت عليها، قلت لك ايه انا؟ قلت لك محمد وهبي فاهم ان الانطباع الاول يدوم. احنا بالنسبه لنا كناس بتتفرج على المنتخب المغربي، دي بالنسبه لي اول رؤيتي ليه كمدير فني، والتخوف اللي كان موجود بتاع ان انشيلوتي هيدافع وهيعمل، الراجل محضر ومذاكر ودارس. ومع كامل احترامي والله يا جماعه، مع كامل احترامي، هو سؤال واحد بيجي في دماغي وانا بتفرج على الماتش،
والله هو ومش قصدي والله اقر ولا احسد ولا اعمل، يعني بعد ما الناس كلها تخبط اللايكات المتينه كده، كل الناس تخبط اللايكات التمام، هو مش يعني مش بقر ولا بحسد، بس هو سؤال فعلا انا عايز له اجابه. يا بلاد انا امتى؟ يا بلادي انا امتى؟ الناس اللي كانت قاعده بتتفرج معايا على الماتش وهتسالوا معتصم في حلقه قهوه مرتده على العربي بلس، تسالوه على الموضوع ده. انا كل اللي بقوله طول الماتش بقول ربنا ينفخ في صورتك يا حسام يا حسن، يا رب يا منتخب مصر يا اخويا اشوفك كده في يوم من الايام. يعني يا رب اشوف المنتخب المصري بيلعب الكوره دي وبيلعب بالهدوء ده وبيلعب بالسلاسه دي في عز ما احنا ماسكين المدرب وسلخينه عشان واخد حمزه عبد الكريم. اكبر لاعب في خط وسط المغرب، اكبر لاعب في خط وسط المغرب عز الدين ونحي في العشرينات، ونحي ما في العشرينات لسه. شفت انت ايوب معدي 18، العناوي 24 سنه يا جماعه. نايل العناوي اللي هو شغلانته انه يكسر الريتم بتاع منتخب البرازيل عنده 24 سنه. انا من جوايا بتفرج على منتخب المغرب اللي هو انا عايز من ده حزنبل. بتفرج على منتخب المغرب ما بقولش غير حاجه واحده، بقول انا عايز من ده حزنبل. انا عايز اشوف ده مع منتخب مصر يا حزنبل. عايز اغلب فترات المباراه في افضليه مغربيه واضحه مش عاديه كمان. تاني يخليك تكره نفسك يا رب المغرب تغادر من الباب الصغدبين ده. ايه الكراهيه السوداء دي يا دود؟ صفي النيه كده وسمي الله في قلبك وخليك حلو امال. بلاش السواد الوحش ده. في كام مراوغه للمغرب مش محترمين البرازيل خالص. شفت الكره بتاعت اسماعيل يعني اسماعيل السيبري في الاخر حاول يعمل ترقيصه اللي هي السكوب تيرن ديت، بس عملها على الواقف، عملها على الواقف تماما، يعني ما كانش بيجري، ما كانش رافع رجليه الاثنين من على الارض. اول مره ما جاتش، يعني حاول يعملها اول مره ما جاتش معاه، راح عامل ايه؟ بيلعب البرازيل ايه يا كابتن؟ راح مرجع الكره وعملها تاني. اللي هو ايه اللي حصل يعني؟ انت فكرك في حاجه اتغيرت؟ يعني الراجل اللي قدامي دوت خلاص كشف الترقيصه فهبطلها مثلا، راح عاملها تاني. ايه ده؟ طيب في الخطه حاطط السنغال وفرنسا كستريم. لو حابب احنا بقى لنا، احنا لسه قدامنا شويه في هذا الستريم. ممكن نقرر مع بعض ستريم بعد ماتش مصر وبلجيكا واوروجواي والسعوديه يبقى ايه؟ مين بوعدي ده؟ وربي تنمر على البرازيل كلها، عامل حاجه عظيمه والله. هتتفرج على تركيا واستراليا يا دود؟ ما اعرفش يا دود بظروفها، مش هحاول اصمد مخصوص للماتشات دي، وهي وظروفها. بص انت تزوفه وهو وظروفه. نخش ازاي دوري المصطبة؟ تبص عندي على اخر كام ريل، هتلاقي الريل اللي بنعلن فيه عن دوري انطلاق دوري المصطبة، وهتلاقي اللينك موجود في الكومنتات، او تخش على اللينك اللي بيند في هذا الستريم في هذه اللحظة، تلاقي جواه الشانل بتاعت الواتساب بتاعتنا. تفر شوية بس في اخر كام لينك هتلاقي اللينك بتاع الليج بتاعتنا، ليج مفتوحة كل الناس تقدر تنضم لها في اي وقت. مين مان اوف ذا ماتش؟ انتوا ايه رأيكم؟ من هو مان اوف ذا ماتش؟ مهارة احنا طبعا بنقول اسمه غلط طبعا، يعني هو صبيري ولا سايبري؟ اصل في اتنين سايبري، خدوا بالكم، في الراجل بتاع الدوري الايطالي ده كمان. بوعدي اكيد اتصور، يعني انا قلت برضو ما اقولش رايي علشان ما تعاندوش معايا، اسمع منكم الاول. بوعدي اكيد. ايه رايك يا دود في ايوب بوعدي يلعب في ليل و18 سنه؟ يجي منه والله. يعني مفيش اي مانع ان الاهلي مثلا مزراوي بالنيو لوك جميل جدا، اورا برضه، وان الذين عمل شويه مهارات جباره. حكيمي كان جامد فشخ. حكيمي دخل في معركه فرديه مع فينيسيوس طول الماتش عمالين يدعكوا في بعض. عموما تعامل المغرب مع فينيسيوس في الشوط الثاني كويس قوي، احسن بكتير من الشوط الاولاني. المغرب جددت الفرقه وطلعت جيل جديد في 4 سنين، واحنا بقالنا 10 سنين بنسخن رغيفين تريزيجيه نتعشى بيهم. لا ده اكتر من كده يا دود. يعني فرقه المغرب اللي انت بتتكلم عليها بالتطويرات بتاعتها كان استقر حالها قبل بدايه كاس العالم ده، ومع دخلة كاس العالم راحت مغيره 3 4 لعيبه ومفيش اي حاجه حصلت، والامور تمام والفرقه دايره ومفيش حاجه. خسرت السنتر باك الاساسي بتاعي وايه يعني؟
خسرت الوينج الشمال الاساسي بتاعي، وايه يعني؟ في راجل سنتر باك دخل الصوره من حسبه كام شهر، يا هاته هو والعيال يلعب في الفريق، هنعلمه، هنجيب له ونحاسبه، مش هنغلب. ده ايه ده؟ مغيرين المدرب يابا. صابيري، في صيبري وفي صبيري، صح كده؟ حاسس اني بقول غلط، بس ما مش عارف. يا دود، بو عدلي ما كان يبي يمثل فرنسا، ولا انا غلط؟ بو عدي قصدك يعني؟ انا ما اعرفش بصراحه، مش عارف الحدود. شادي رياض ده طالع من لمسيه بجد؟ اه. بس ديوب على قده هو، بس كان هيعمل غلطه وحشه قوي. لكن غير كده برضه هو سنتر باك، اتنين سنتر باكات متزنين، واحد بيلعب كوره، شادي بيلعب كوره، عنده كوره يعني. والتاني ما فيش خالص، التاني بس جاي ايه، هاتولي الطويل منكم يجي يقف قدامي علشان اعرف اتصرف معاه. حاجه ناقصه المغرب، مفيش جمل بتتعمل في الضربات الحره اللي حوالين منطقه الجزاء. ايام يوسف النصيري كانت الحاجات دي كلها بتشكل خطوره كبيره وبتحسم ماتشات. المرة دي مفيش لا الركنيات ولا الفاولات، يعني حتى عدت الكل ومشيت الناحية التانية. فبرضه كنت اتمنى ان يكون في حاجات زي بصراحة يعني، لا منتخب المغرب ما عجبنيش، يعني مش محضر اي حاجة للكرانر، احنا هنهزر. سؤال مش تهكمي، بس انت ليه بتشجعهم رغم كل اللي عملوه، سواء فساد في افريقيا وفضيحه كاس الامم، وطبعا اللي كانوا بيعملوه في النهايه على ارضهم واسلوبهم الحقير؟ يعني ما انا ما اعرفش، حضرتك دلوقتي مش بتتكلم بشكل تهكمي، انت بتتكلم بشكل استفزازي وتسخيني، وما اعرفش انت لو محروق من حاجه، فحتى لو عاوز تكلمني بطريقه اعرف احترم كلامك وارد عليه، يا ريت تتكلم باسلوب احسن من كده. يعني مفردين ثلاثة أو كلمتين ثلاثة من اللي أنت استخدمتهم عشان تفش غلك بطريقة الفيسبوك المنحطة ديت، لو كنت غيرتهم بحاجة تانية كنت ناقشتك ورديت عليك، لكن أنت لا تستحق إن حد يرد عليك. المغرب رفع الطموح، بقى التعادل مع البرازيل ده عادي، ما كسبتوش ليه؟ ما هو هننسى نفسنا، علشان كده بقول لك الناس بتتكلم على ان البرازيل ملط. خلي بالك، اعيد واكرر، الماتش ده دخل البرازيل في اجواء البطولة. والبرازيل بتاعت الشوط الثاني لا، ده فريق تطلع متعادل معاه وما تزعلش، غير بتاعت الشوط الاولاني تماما. القوميين لما يلاقوا بربع جنيه سلام ومحب، ربنا يهدي والله يا دود، والله ربنا يهدي الناس كلها اه. ايوب بوعدي حرفيا مفيش كوره ما لمسهاش، بيظهر لكل اللعيبه في كل مكان، لاعب كما ينبغي، وكمان 18 سنه، لا بجد مرعب. وباين قوي قد ايه ثقه الناس فيه، يعني انت اي حد معاه الكوره في موقف مرتبك شويه او مزنوق شويه، وعنده مثلا اتنين بيحاولوا يظهروا له، لو ايوب ظاهر بيبديه، حتى اشرف حكيمي شخصيا. يعني انا لو عندي اتنين تلاته ممكن ابص لهم الكوره ومحدش فيهم في مركز احسن من التاني، لا انا هديها لده، ده هيعرف يتصرف. وده الصغير بتاعهم، فسبحان الله يعني. دود، احنا كده تأكدنا ان المغرب ما كانتش طفرة في 2022. والله يا دود، حوار الطفرة دوت حوار يعني، لا الناس بس لو كانت بتجيب درجات في العربي ما كناش دخلنا في الموال ده كله على بعض. بس معاك حق طبعا، يعني ايا كانت الشكوك اللي موجودة عند حد، فيما اذا كانت اللي المغرب وصلت له دوت شيء ثابت وهيستمر، وعنده فاونديشن يتبني عليها، مش الماتش ده ولا كاس العالم ده اللي بيثبتها، هما الاربع سنين كلهم على بعضهم، باللي حصل في كل القطاعات، باللي حصل في كل الاعمار، باللي حصل في الاولمبياد. لا لا طبعا. جمهور المغرب بالاجماع اهان منتخب مصر ونشيدنا الوطني في كل الماتشات، تلبس فانيلاتهم ليه؟ انت بتكذب. اولا مفيش اجماع ومفيش كل الماتشات، فصيغ الكلمه زي الناس واجاوب عليك برضه. يعني حد واحد بس يتكلم زي البني ادمين وارد عليه. اتكلمت على موضوع حمزة عبد الكريم يا دود؟ لا.
الصراحة حسيت ضاع جهد المغرب، كانوا مسيطرين لحد هدف فيني. مش ضاع، تم اقتصاده. يعني انت عارف كويس قوي في ماتش زي ده بالنسبه للي انت شفته من المغرب في الشوط الاولاني، لو كانوا قرصوا وكملوا بنفس المجهود في الاغلب، او كان عندهم فرص كبيره قوي ان هم يطلعوا كسبانين. بس كان ده هيجي بتمن، كانوا هيخسروا حاجات، كانوا هيخسروا لعيبه، كانوا هياخدوا انذارات. كان في لعيبه، خلي بالك المغرب كاس العالم اللي فات ايه اللي خلاها في الامتار الاخيره خلاص مش شايفه قدامها، وخسروا عدد كبير من اللاعبين في الفرقه. المره دي بنطور على اللي اتحسن، بحسن من نفسي، اتعلمت حاجات كتير بقيت ببني عليها وعاوز اروح لابعد من كده. لو في حد هيقدم لي اللوم اللي انا لغايه دلوقتي ما ردتش عليه دوت بشكل كويس، والله اعرف ارد ونحل الموضوع. لان يعني نفسي ارد والله. بس مع الاسف اللي اتكلموا في الموضوع لغايه دلوقتي طلعوا يهتفوا في شكل ابعد ما يكون عن طريقه البني ادمين واقرب لحاجه تانية. الستريم محتاج ادمنز اكتر يا دود. لا لا لا، الادمنز تمام وزي الفل. الستريم محتاج نستهدى بالله اكتر بس. يا دود كبر دماغك، خلينا نتكلم في الكور. وحاضر يلا بينا. هي المغرب هتلاعب مين تاني في المجموعة؟ اسكتلندا وهايتي. ونتصور ان المشكله دلوقتي هو احنا لسه بنتكلم في موضوع الخير بتاع كاس الامم ده، مش كبرنا بقى يا جماعه مثلا يعني. والمعركه دلوقتي ما بينهم وما بين البرازيل على مين. يعني اولا هل تختلفوا في ان شاء الله المغرب والبرازيل هيكسبوا الماتشين؟ حد شايف ان في حاجه ممكن مثلا اسكتلندا تغلس على المغرب؟ اللي لسه ماسك في خناقات النت ده حياته حزينه وفاضيه قوي والله، محتاج يعيش زي الناس. او حتى صيغ الدنيا بحقيقتها بلاش. بقى زي ما بقول لك برضو خيابات الفيسبوك دي اللي هو في حاجه حصلت، انا ما بنكرش ان في حاجه حصلت، بس صيغها زي ما هي. ما تقعدش تجود من عندك بالاجماع كل المباريات فساد ما اعرفش مال ضياع خلاص اقعد اهتف مع نفسك. اتفلق يعني، مش هرد عليك. ده تغلس على الاتنين اوكي. محمود هاني ونفس الطريقه بنفس الاسلوب، ما بتعرفوش تتكلموا زي الناس ابدا فخلاص. يا رب هفضل معاكم كده يعني، كشكل من اشكال محاوله الاصلاح. مش هقول تربيه عشان ما بقاش قليل الذوق بقى قوي. كيرو الف شكر على الهدايه يا دود. ما اعرفش انت قلت ايه، بس في حد شيعك فايا كان يعني. ماتش السله هيبدا، انا لسه بقى عايز اقعد ادور عليه واشوف ده هيتذاع على ايه علشان نتفرج. هو لو تساووا في النقط هتبقى بفرق الاهداف اكيد لانهم اتعادلوا مع بعض. منطقي جدا. 1.5 والبرازيل 1.2. اوكي فرق 51 49. الكورنرين بتوع المغرب الاثنين في اخر 10 دقائق. قبل كده ما كانش في كرانر رغم ان كان عندهم فاولات اخطر من الكرانر بكتير. وبعدين باقي الاحصائيات اللي انت ممكن تتوقعه عادي. يعني الماتش طالع بسبب الشوط الثاني شكله متزن، لكن احنا في